السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ عساكم طيبين وبخير وبصحة وعافية. رجعت لكم اليوم بفلوق جديد. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلينا نبدأ بفلوق اليوم. المهم يا بنات، فأول شيء بصراحة كان ناقصنا أشياء شوية للبيت، شوية مقاضي يعني خفيفة، وحنا ماشيين كذا مرينا من قسم السمك. قلت لزوجي ايش رايك ناخذ سمك بكرة نسوي فطور. أنا صراحة خلاص آخر رمضان بنات قاعد أعصر مخي عصر، ما قاعد أطلع ولا فكرة وش أسوي فطور بصراحة. فلما شفت السمك قلت خلاص بكرة فطورنا سمك، خليني أتبله من الليل، طبعا يكون أطعم إذا تبلتوه من الليل، وأطبخه بإذن الله تعالى بكرة أول ما أقوم أحطه بس بالفرن. طيب هنا يا بنات بالخلاط حطيت 3 حبات طماطم، حبة فلفل رومي، وحبة من البصل، وبرضو 4 فصوص ثوم، عصير ليمون، حطيت البهارات كزبرة ناشفة، وحطيت من بهارات السمك ملعقة كبيرة، شوية كركم، وبرضو اللهم صل على سيدنا محمد ملحت، وخلطتها كلها بالخلاط مع شوي زيت، سواء تبون زيت زيتون أو زيت نباتي براحتكم. حطيت بالصينية زي ما انتم شايفين صينية الفرن بطاطس طماطم وبصل شرايح وجزر، طبعا هذا شيء اختياري، تقدرون إذا ما تحبون الخضار هذه خاصة تحطونها. هنا يا بنات عندي سمك، نوع السمك اسمه سمك بلطي. بصراحة بنات أنا أحبه لأن ريحته مو مزعجة، يعني ما تحوس لكم من البيت، ريحته عادية يعني مقبولة، مو مرة في أنواع سمك أعوذ بالله ريحتها قوية قوية مرة، تحسون تتشرب بالملابس بعد، لكن هذا الحمد لله مرة ريحته خفيفة. فالمهم يا بنات تبلت السمك حطيته بالثلاجة بالتبريد. ثاني يوم قمت تبلت الروبيان حطيت له حبة بيض، ملعقتين طحين يعطيها البيض لون وقوام يجنن، حطيت شوية كركم، بصل بودرة، ثوم بودرة، وبابريكا حمراء. تمام. ما عليكم لا تشوفون حوسة المطبخ حوسة، قلت خلاص دامي حايسة وحايسة وبسوي سمك، فماني منظفة وراجعة مسوية سمك مرة ثانية وأحوس الدنيا، قلت خلاص بعد الفطور على طول أنظف المطبخ كامل وخلاص. بالنسبة للتغطية أضفت تقريبا كوبين طحين، 3 ملاعق من النشا، أضفت توم بودرة وبصل بودرة وملح، أضفت بعد يا بنات شوية بابريكا حمراء. التغطية لا تحطون لها بهارات تسود الروبيان، انتبهوا عشان ما يصير معاكم أسود، يعني لا تحطون فلفل أسود كاري، البهارات هذه تسود مع القلي. الروبيان أخذت حبة جامبو عشان ينظفه لي هو، لأن صراحة مالي خلق أقعد أنظفه، لكن ما جاز صراحة كطعم، يعني كطعم حسيت إنه أطعم اللي يجيكم الصغير، الروبيان الصغير أطعم من الروبيان الجامبو الكبير، فخلصت مرة بعتمد الصغير. هم مشكلتهم إنه الروبيان الصغير ما ينظفونه لكم، أنتم تنظفونه، فأنا بهذا اليوم قلت والله ماني منظفتها، يعني خلاص خليني أجيب جامبو وهو ينظفه لي. فاللهم لك الحمد، حلو لذيذ وكل شيء، لكن الصغير أطعم. وبس والله يا بنات كذا عاد بدأت أغلفه بالطحين وعلى طول على زيت حامي، الزيت حرارته متوسطة، والروبيان يا بنات ما ياخذ معاكم وقت أبدا، يعني تقريبا يمكن 7 دقايق 8 دقايق بالكثير وهو مستوي، هذا إذا كان كبير، إذا كان صغير لا 5 دقايق وهو مستوي. أكيد طبعا سويت رز أبيض عشان حنونة يا تاكل رز يا معكرونة، فقلت خلاص بسوي لها رز مع السمك عشان تفطر معنا. وبعدها يا بنات هذا السمك صار جاهز بعد ما استوى، حطيت عليه شوية فلفل رومي ألوان، ورجعت حمرته من فوق، طبعا أنا قصدرته بالقصدير، بعد ما استوى فتحت عليه القصدير شغلته من فوق وخليته يتحمر زي ما انتم شايفين. ويا بنات ما شاء الله تبارك الله الطعم كان روعة، مرة لذيذ صراحة، جدا جدا حلو. وهذا هو فطورنا، اللهم لك الحمد والشكر يا بنات. طبعا هذا مو فطورنا اليوم، هذا قبل كم يوم، تمام، لكن هذا الفيديو يا بنات مصور على تقريبا 3 أيام، فجمعتها كلها لكم عشان يصير فلوق كامل متكامل. عاد بعد يا بنات السمك، وانتم عارفين ايش يعني سمك، قلت خلاص بنظف المطبخ، فحطيت كل المواعين بالجلاية، مواعين السمك غسلتها على يدي عشان ما تحس الجلاية يعني مع الأكواب وكذا. وبعد يا بنات غسلت الأرضيات بالديتول، وهذا الديتول اللي لونها أخضر أتوقع بالصنوبر، بنات ريحة تجنن تجنن تجنن، تشيلكم كل ريحة الزفر. وبعدها شغلت البخور عاد لأنه سمك، فشغلت 3 3 حبات فحم، قلت عشان أبخر فوق وتحت يعني مرة واحدة. وبنفس اليوم يا بنات اللي سويت فيه سمك كانت بتجي خالتي أم زوجي، فقلت خلاص لازم أقتل ريحة السمك. دايما يا بنات أول شيء أبدأ فيه أبخر بلبان ترف، أو أي لبان عندكم، مستكة لبان، المهم بنات إنها تشيل لكم كل ريحة الزنخ، السمك، الدجاج، البصل، الحميس، قسم بالله يا بنات كل شيء روايح بالبيت تنشال، وعقبه بخري بالعودة أو بالبخور، تطلع ريحة البيت عندك تجنن، قسم بالله صدق،
يعني مهما جربت من البخور غير اللبان ما يشيل ريحة السمك ولا الدجاج ولا الطبخ يعني بشكل عام. هذا يا بنات أخذته من سولارة، أتوقع بسعر 9 ريال أو 8 ريال. وبعدها يا بنات جهزت الكاسات والفناجيل على السريع بعد التبخير. حطيت صحن الشوكليت، حطيت مكسرات، وما في أحد أصلا غير أم زوجي وأخت زوجي يعني الصغيرة، بس يعني ما في أحد، حتى هم يعني من النوع اللي ما ياكلون. فحطيت صحن الشوكليت، حطيت بعد المكسرات مع الشاي، التمر والطحينية، وحطيت الصحن الفاضي عشان النوى حق التمر. هنا حطيت لوز ملبس مع الكاجو والشوكليت. وهذا يا بنات وش تسمونه؟ احنا نسميه سميري، انتوا وش تسمونه؟ اللي تجيكم كذا حبات ملونة، اكتبوا لي بالله تحت ايش اسمه. بس والله يا بنات بعد ما بخرت وخلصت قلت خلاص باخذ لي شاور عاد وخلصت، اللهم لك الحمد. عاد باقي بس القهوة والشاي، قلت خلاص إذا قالوا إحنا بالطريق أحط القهوة على النار عشان ما تبرد، والشاي واللهم لك الحمد والشكر، يزن ريحة النظافة صدق. وبعدين يا بنات بدأت أبخر كل البيت، كل غرفة حرفيا، حتى الغرف المسكرة دخلت عليها وبخرتها كاملة يعني، اللهم لك الحمد. وبعدها طلعت فوق عشان أخذ لي شاور. تدرون يا بنات والله العظيم الأيام هذه أحس إنه كذا جاني اكتئاب، مالي خلق أصور، مالي خلق أقوم، مالي خلق أنظف، مالي خلق أطبخ. تعرفون اكتئاب شهر 10 هذا هو جاني صدق، شكله جاني من بدري، ما أدري هو لخبطة نوم، نومي تلخبط يا بنات مرة، صرت أنام الصباح أقوم العصر قريب للمغرب وأركض، تشوفون. فبصراحة النوم تلخبط بسبب حنين غيرت نومه وأنا تغير نومي، وروحات الصباح للسوق وكذا، قسم بالله النوم أبد خلاص. بدينا باكتئاب شهر 10. فهنا قلت يا بنات دام في وقت للحين خليني أجهز خلطة الزيوت اللي أنا دايما أسويها. شوفوا العلبة خلصت عندي، هذه يا بنات رابع مرة أسوي هذه الخلطة. شوفوا أول شي خليني أقول لكم، هي عبارة عن 3 أنواع زيوت: زيت الخروع، زيت الصبار، وزيت جوز الهند. تمام. يا بنات نخلطها بكميات متساوية، يعني ربع زيت الصبار، ربع زيت جوز الهند، ربع زيت الخروع. بنات مفعولة يجنن يجنن. شوفوا أول شي أنا شعري جاف، أحطه بالأسبوع مرتين، أخليه على الشعر ساعة، ساعة ونص، ساعتين. تمام. بعدين أغسل الشعر. الطريقة مرة سهلة، تغسلين شعرك بماء، بعدين تحطين الشامبو، وإذا أنت حابة بعد الشامبو بلسم براحتكم، بس إنه تفركين فروة الراس صح. طريقة يا بنات أحط على شو اسمه فروة راسي وأطراف الشعر، لأنه أنا شعري جاف من الفروة إلى نهاية الشعر، شعري جاف، فأحط على الشعر كامل. طيب إذا كانت أنتوا فروتكم من النوع الدهني، يعني فروة الراس دهنية، حطوا بس على أطراف الشعر ولا تكثرون، حطوا كذا شوي كذا بيدينكم وكذا دهنوا شعركم كذا، فروة راسك كذا على الخفيف بنات، لا تكثرون. تمام. حطوها مرة بالأسبوع. بالنسبة للزيت بنات يجنن، أنا بالنسبة لي فترة قاعدة أسويه، الحين هذه صارت رابع علبة صراحة. أمي سوته وما شاء الله تبارك الله، أنا شفت الفرق بشعر أمي وأختي، فسألتهم قالوا والله إنه يجنن صدق، حرفيا يا بنات ينعم الشعر، يرطب الشعر، تصير الشعرة كذا رطبة وناعمة، والشعر يصير هاجد ما هو منفوش كذا. وشفتوا لما الشعر يتشبك ببعض وتصير تمشيطة صعبة، هذا يفك لكم هذا الشيء. بس يا بنات تبون تستخدمونه صح، استخدميه لمدة أسبوعين. تمام. كل أسبوع استخدميه مرتين. وشوفي إذا بدأ شعرك يتساقط، بدأ شعرك يصير جاف، الوحدة تحس على شعره يعني يكون ما ناسب شعرك. تمام. يكون هذا الزيت مو مناسب شعرك. بس إذا شفتي لا شعرك صار ناعم، صار كذا حيوي يلمع، وصار كذا مرة ناعم بنات، يصير شعركم مرة ناعم، فخلاص استمري عليه. تمام يا بنات مرة يجنن صراحة، يطول الشعر. تدرون كم لي أنا قاصة شعري؟ تقريبا لي شهرين قاصة شعري لين نص ظهري، الحين ما شاء الله تبارك الله بيوصل آخر ظهري، يعني ما شاء الله تبارك الله بنات يجنن. طبعا أكيد إذا أنت ناقصك فيتامينات أو حديد أو معك غدة، أكيد شعرك ما راح يوقف تساقط. هو الزيت بس يغذي الشعر، يرطبه ويخليه كذا ناعم. تمام. هو الترطيب المستمر الدائم يخلي الشعر يطول الاهتمام. تمام. فعشان كذا شعركم يطول. لكن إذا أنت ناقصك فيتامينات زي أنا قبل كنت أستخدمه وكان شعري يتساقط، بس إنه ينعم ويرطب الشعر. ليش شعري كان يتساقط؟ كان عندي الغدة، كان عندي نقص حديد، فكثير أشياء. فاللهم لك الحمد. بعدها بنات أخذت لي الشاور زي ما أنتم شايفين، وبعدها عاد جت أم زوجي جهزت القهوة والشاي زي ما أنتم شايفين، قعدت أنتظرهم، سويت لي كوب قهوة وشربت كوب القهوة للحين ما جهم. أي والله اللهم لك الحمد. وبعدها عاد جبنا السحور، وهذا كان سحورنا. عاد بعد السحور يا بنات لازم القهوة التركية تكون حاضرة.
عاد اللهم لك الحمد جهزت القهوة، جهزت صحن الخضار وتسحرنا اللهم لك الحمد. وبعدها بدأت أجهز القهوة، واللهم لك الحمد يا بنات خلصت كل حاجة من تجهيزات العيد، يعني توزيعات الكبار والصغار، الحين بعد شوي بتطلع لكم كل شيء حرفيا جهزته اللهم لك الحمد. خلاص خلصت كل شيء، باقي لي بس شيء واحد. أبي يا بنات شباسات لحنين، يعني شيء حلو ومرتب يليق مع الفساتين. ما لقيت، تدرون لي كم يوم قاعدة أدور صدق ما لقيت ولا إكسسوارات، يعني سلسال خاتم ما في شيء حلو. كل ما أروح مكان ألقاه مخلص أو مو حلو، أشياء مو حلوة أبدا يعني. فما أدري صراحة، مرة محتارة، ما أدري إيش أخذ لها. لو أخذ لها أي شيء بس إنه في شيء حلو، يعني ما في شيء أبد يليق مع فساتينها. وباقي لي بس إني يعني أبدأ اهتمام بسنفرة الجسم، أنتوا عارفين أضبط حواجبي، أشيل الشعر الزايد اللي بالجسم، هذه الأشياء يعني باقي لي تجهيزات العيد يعني الأخيرة. وبس والله يا حبيباتي كذا خلاص، هذا من اليوم الثاني تقريبا. الصباح يا بنات طلعات الصباح دايما تفوز. هنا كنت باخذ توزيعات للكبار، هالمرة حبيت أغير يعني كشكل. توزيعات السنة اللي طافت أنتوا ما كنتوا معاي، كنت حاطة عطر ولوشن للجسم أتوقع أو مرطب لليدين، وشباصة وشوكليت كذا حطيتها بكيس. فهالمرة قلت لا، توزيعات الكبار بتكون بشكل جديد يعني، وبشكل مرة بسيط برضو يعني بدون تكلفة. وطبعا أكيد توزيعات الأطفال لازم تكون حاضرة. أنا ما أحب أسوي عيد بدون توزيعات أطفال، سبحان الله. من بداية يعني من أول ما تزوجت أنا دايما أحب كذا أسوي توزيعات وكذا، أحب أجواء التوزيعات. فخذيتهم يا بنات أشياء بسيطة اللي ما يعني اللي ما يشرقون فيها، بطاطس يقدرون ياكلون الأطفال يعني بكل الأعمار. وبس والله يا حبايبي كذا جهزت لهم كذا توزيعات بسيطة. أنا وحنونة قعدنا الصباح من الحماس يا بنات، تخيلوا قعدنا مواصلين أنا وحين الساعة 11 الصباح من حماس التوزيعات. لا والله كنا نايمين بوقتها، نايمين نوم صدق يعني، نايمين فل نوم، فما فينا نوم. قلت الحين امشي نسوي توزيعات. وبدأنا عاد نحط الشوكليت، نحط الحلاوة، وحطيت بعد كيس البطاطس. وللأسف الكيس كان عندي صغير، كيس التوزيعات، فحطيت الحلاوة اللي بالكرتون، شلت الكرتون منه وخليتها بالكيس الصغير. هذا الكرتون خليته بكيس كذا عشان يكفي بالكيس، وحطيته وغلفته اللهم لك الحمد والشكر. وكانت التوزيعات مرة تجنن. الحين بنات تشوفون الشكل النهائي. بعدها غلفتها بالتغليف الشفاف. هذه توزيعات بخليها بالبيت عندي عشان إذا جو أهلي عندي بالعيد. عندنا حنا بنات 3 عيال وبنتين، يعني 5 توزيعات شايفين. بالاستراحة باخذ هذه الكبيرة، في يعني أطفال كثار، والبنات سبحان الله عندنا أكثر من العيال ترى بالعائلة يعني. عائلة أهل زوجي البنات أكثر من العيال. فزي ما أنتم شايفين الأكياس اللي لونها أصفر للعيال، والأكياس اللي لونها أبيض للبنات. وهذه يا بنات عدد توزيعات الشكل النهائي. شوفوا حطيت كيس بطاطس، وهذا البسكوت اللي كان بالكرتون لكن ما كفى الكرتون زي ما قلت لكم، وبسكوت وحلاو، وفي بعضها فيها شوكليت ما فيها بسكوت وزي كذا يعني. الحين يا بنات تعالوا خلينا نسوي توزيعات الكبار. شوفوا يا بنات، أول شي جبت الورد هذا، شلت الوردة الزرقاء هذه شلتها تمام، وحطيت بدالها الشباصة. بنات صارت تجنن مرة حلوة. إذا تبون إضافة حلوة بعد زيادة أضيفوا حبة شوكليت أو فلوس، يعني على حسب الميزانية. وبس والله يا بنات هذا هو الشكل النهائي. طبعا أكيد التوزيعات عدد الحريم كثار بالاستراحة، فتقريبا يعني حول يمكن 20 وحدة أو أقل، والله أني ما أدري. فصعبة أنها كلها تحطين لها فلوس، لا ممكن تحطين شوكليت إضافة، ممكن تحطين فلوس على حسب الميزانية. وهذا يا بنات الشكل النهائي. شوفوا كان بخاطري كلها تكون وردات كبيرة، لكن للأسف ما لقيت إنه وردات كبيرة كاملة، لقيت وردة كبيرة و4 صغار. فقلت حلو إنه يعني هي بالنهاية توزيعة كذا بسيطة خفيفة، تفرح يعني، حلوة بالعيد. شوفوا يا بنات الشكل النهائي للصالة عندي. شوفوا الحوسة، صدق كانت الدنيا صدق منحاسة. رتبت كل شيء وبعدها بدأت أغلف الوردات زي ما أنتم شايفين يا بنات. غلفتها بشكل سريع، ما عليكم من تغليفي، ترى أول مرة بحياتي أغلف، صدق أول مرة بحياتي أغلف هدايا بالتغليف الشفاف هذا. ما أعرف أنا، بس ما أدري كيف طلع. بعدها يا بنات حطيت عليها اللوجو على ساكن من عوادة وبس. ممكن أضيف لها إضافة شوكليت، ممكن أخليها على ما هي، على ما أتوقع وأظن إني بخليها على ما هي، أو إني أضيف لها حبة شوكليت. فبصراحة ما أدري، الله أعلم عاد إيش بيصير معاي. وبس والله حبايبي حبيت أنزل لكم هذا الفلوق قبل العيد عشان اللي تبي وما شافت الفكرة هذه تشوفها وتطبقها. بنات تسوي لكم كمية مرة حلوة بمبلغ مرة بسيط، وبالنهاية توزيعة مرة حلوة
ومرتبة يعني، وممكن يستفادون منها. بالنهاية هي شباص يربطون شعرهم فيها، فما في شي يرمي. مرة حبيتها صراحة. أنا إنسانة من النوع اللي أحب التوزيعات البسيطة، يعني مو بس أو العيديات البسيطة، حتى لو ما كانت مثلا فلوس. لو مثلا بوكس فيه حبة شوكليت، أحب يا بنات مرة الأشياء هذه. فكرت إني آخذ بوكس فيه كذا كل حبة شوكليت البوكس صغير زي التوزيعات. لكن قلت بالعيد، أنتوا عارفين بالعيد كثير في شوكليت، أنواع وأشكال الشوكليت. فقلت لا خلاص خليني كذا أغير يعني، وأصير زي هذه الفكرة سويتها. شوفين يا بنات، في صغار وفي كبار. مرة حبيت. الفازة الكبيرة باخذها معي الاستراحة، والفازة الصغيرة بخليها للبيت. وانتوا ايش رايكم يا بنات؟ اعطوني رايكم بالشكل النهائي. طبعا اكيد يا بنات اخذت شوكولاتة العيد، اللهم لك الحمد، خلاص خلصت بدل هالزحمة. صدق اليومين هذه زحمة بشكل مو طبيعي. فاخذت من فندق، اخذت بوكسات للاستراحة، وفي بوكسات اخذتها للبيت يعني. فالشوكليت العيد هذا بإذن الله تعالى من فندق. الشوكليت العيد اللي طاف أخذته من آرام شوكليت، مرة يجنن يا بنات، مرة حلو، أخذت للبيت يعني. وبس والله يا حبيباتي، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوني يا بنات من اللايك، وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، وتدعموني. ترى الفترة هذه التفاعل صاير ماش، وأنا صايرة ماش كلنا شكله حايشنا اكتئاب صدق يعني. أنا صايرة ما أصور كثير، ولا قاعدة أمنتج، قاعدة أصور وما أمنتج يعني. بصراحة هذا زي هذا الفلوج قاعدة أسجل بنفس اليوم اللي بنزله لكم. المفروض إني منزلته لكم بدري، لكن اليوم راح ينزل لكم متأخر بسبب إني ما سجلت يعني الصوت. وبس والله حبايبي، هنا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو. أتمنى إنكم استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسون تحطوا لي لايك، وتشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين، وتفعلون جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أنا أنزله. واستودعتكم الله، مع السلامة. أشوفكم إن شاء الله بفلوقات جديدة بإذن الله تعالى. أبي أذكركم يا بنات، لا تنسون أمواتكم وأمواتكم من الدعوات الطيبة. تصدقوا وصلوا القيام، وادعوا ربكم باللي أنتوا تبونه.